من حقوق الصحابة رضي الله عنهم أيضا محبتهم والثناء عليه. إذا رأيت إنسان يثني على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهي أيضا من حقوقهم، ونحن ولله الحمد في بلاد الإسلام منابرنا تصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تترضى عن أصحابه أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. إذا رأيت هذا الثناء وهذا الحب وهذا الاستغفار لهم والترضي عليهم، فهذا دليل أن هذا على منهج السلف الأمة، على منهج سلف الأمة. ولذلك يقول الطحاوي صاحب العقيدة رحمه الله: ونحب الصحابة أو أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نفرط في حب أحد منهم، ما نفرط، كأنها غنيمة. ووالله إن كل صحابي لو أنفقنا ملء الأرض ما أتينا نصيفه ولا مده رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم.